لسه في خبر نازل حالا بيقول ان محمد هاني الباك اليمين بتاع النادي الاهلي جاله اصابه خلال التمرين ومش هيلعب ماتش بكره قدام سيراميكا. من غير ما اعرف تفاصيل الاصابه ديت، فانا عايز اقول لكم 90% ان الاصابه دي اصابه عضليه. طب انا بقرا الفنجان؟ لا طبعا. بس ب2 جنيه سيرش على راي اخونا وسام اللي بيطلع على الزملكاويه. الإصابة دي عضلية، لأن محمد هاني من اللعيبة القليلة في النادي الأهلي اللي بيلعب مباريات متصلة فترات طويلة. يعني محمد هاني واتنين لعيبة كمان، تلات لعيبة في النادي الأهلي بقالهم 10 مباريات أو أكتر بيلعبوا أساسي من غير انقطاع ولا مباراة ولا الإصابة ولا الراحة. محمد هاني من يوم ماتش بيراميدز يوم 26/5 أمام بيراميدز وهو بيلعب أساسي 10 مباريات متتالية، ما طلعش ولا مرة غير مثلا دقايق معدودة، 10 دقايق في ماتش وربع ساعة في ماتش. هل هو لوحده؟ لا طبعا، معاك اتنين لعيبة، واتنين لعيبة ما يتعوضوش. أول لاعب اللي هو مروان عطية. مروان عطية بقاله 22 ماتش متتالي بيلعب أساسي في النادي الأهلي، من يوم مباراة سموحة يوم 7/1/2025. يعني بقاله 5 شهور متتالية بيلعب أساسي، ما ريحش ولا مرة، ما عادش احتياطي ولا مرة. يمكن دقايق معدودة برضو، ربع ساعة في ماتش، 10 دقايق في ماتش بيريحهم. بس عايز اقول لكم انه 22 مباراة متتالية ما بيريحش نهائي، فده وارد برضو ان هو ينصاب زي محمد هاني. اللعيب الثالث برضو، وده اللعيب اللي ملوش بديل في النادي الاهلي، اللعيب اللي شايل النادي الاهلي الفتره الاخيره، هو امام عاشور. امام عاشور بقاله 21 مباراه متتاليه ما بيطلعش بره النادي الاهلي، ما بيطلعش بره التشكيل. كل مباراه ينزل تشكيل اساسي، يتحط عليه الفرقه. 21 مباراه متتاليه سواء افريقيه او محليه. من يوم مباراه استاد ابيجان يوم 11/1 وامام عاشور بيلعب اساسي. طب هل ده يديك اشاره لحاجه؟ طبعا لازم يديني اشاره ان احتمال كبير ان اللعيبه دي كمان تنصاب، وانت في وقت مهم جدا جدا جدا، ووقت بتفنش فيه الدوري، يا تكسب الدوري يا تخسر الدوري. فلازم تاخد بالك، كابتن عماد النحاس ياخد باله من النقطه ديت، لان النقطه دي فيصليه فيصليه، ان انت تلاقي تريح اللعيبه ديت عشان تلاقيها بعد كده في الماتشات الفاصله، وتلاقيها بعد كده في كاس العالم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.